عندك قطة؟ يبقى الحكاية دي ليك. حتى لو ما عندكش خلي بالك من الحكاية. ست غلبانة ماتت بسبب قطة، بس الحقيقة إن اللي قتلها مش قطة. اللي حصل للعيلة دي خلى الشارع كله يبطل يقرب من أي قطة. في حي شعب بسيط كانت عايشة ست اسمها سامية مع جوزها ممدوح وبنتهم رباب. حياة كانت عادية جدا لحد ما في يوم دخل حياتهم قطة صغيرة. القطة دي كانت زي أي قطة عادية، بتاكل وبتلعب وبتنام جنبهم كأنها فرد من أفراد العيلة. بس في حاجة واحدة ما كانتش طبيعية فيها. كل يوم أول ما الليل بيجي كانت بتختفي، وكانت بترجع الصبح كأنها بتروح مكان تاني محدش خالص يعلم عنه حاجة. قبل ما نبدأ الحكاية خد نفس عميق، طفي النور من حواليك علشان القصة دي مش لأي حد. ما تنساش تعمل متابعة للبودكاست وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل حكاياتنا أول ما تنزل. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. في حي شعب بسيط سامية كانت عايشة في أمان وسلام ومعاها جوزها ممدوح وبنتها رباب. كانوا عايشين في بيت قديم كان عبارة عن دورين 2. الدور الأرضي كان فاضي، والدور اللي فوقيه كانت عايشين فيه شقة فيها سامية وجوزها وبنتها، والشقة اللي قصادهم فيها حماتها. كانوا عايشين في أمان وسلام. في يوم وهي سامية راجعة من الشغل لقت قطة كان شكلها جميل جدا مش زي قطة الشارع العاديين. القطة مشيت ورا سامية وسامية خدتها فعلا في شقتها فوق. القطة فضلت قاعدة معاهم طول 2 سنين. القطة كانت عادية جدا، كانت بتاكل وتشرب وتلعب معاهم طول اليوم، بس في الليل كانت بتخرج تنام برا الشقة. مرة واحدة القطة اتغيرت، بقت شرسة وبقت تعمل أصوات غريبة، وكانت بتبص لهم نظرات غريبة جدا. كانت بتخرج كتير مش بتفضل معاهم زي الأول، وكمان ابتدت تعمل حمام على السرير على المرتبة اللي هما بيناموا عليها. سامية دخلت مرة واحدة لقت القطة قاعدة على السرير وبتعمل حمام. طبعا قعدت تزعق للقطة علشان تنزلها، بس القطة كانت بتبص لها بصات تحدي ومش راضية تنزل. في الوقت ده سامية زعقت بصوت عالي، بس برضو القطة ما نزلتش. قعدت تزعق ومرة واحدة وفجأة ظهر قط اسود كبير هجم على سامية. سامية من الخوف ومن المفاجأة وقعت على الأرض. القطة السوداء طلعت على سامية وابتدت تخربش فيها وكانت عايزة كمان تعضها. سامية قعدت تنده على ممدوح جوزها. ممدوح أول ما جه اتفاجئ من القطة واللي بتعمله، جاب عصاية كبيرة وزاح بيها القطة عن مراته. القطة كانت عايزة تهجم عليه، بس ممدوح قعد يضرب فيها بالعصاية. من كتر الضرب القطة هربت ومعاها القطة التانية. كل يوم كانت القطة ترجع هي والقطة السوداء. سامية كانت بتمشيهم، ترجع تاني يوم تمشيهم. كل يوم القطة مش بترجع لوحدها، مجموعة قطط كتيرة معاها، سامية كانت بتمشيهم. زائد قررت إن هي تموته. جابت أكل وحطت فيه سم. قطط كتير اتلموا على الأكل، كل اللي أكلوا منه ماتوا. كانوا حوالي 6 أو 7 قطط. الأكل خلص وفجأة جاء القط الأسود. ممدوح اتنرفز،
مسك القط الأسود وذبحه. سامية شالت القطط كلها، حطتهم في كيس وراحت رميتهم في مكان مهجور، مكان بعيد جدا عن البيت ده. اليوم ده عدى بسلام. اليوم التاني ابتدت اللعنة تظهر. كانوا بيسمعوا صوت قطط في الشقة، كل ما يفتشوا الشقة ما يلاقوش أي حاجة. اليوم اللي بعد كده ابتدت حرايق في الشقة. أول حريقة كانت في الحمام. سامية دخلت لقت النار والعة في الحمام. قعدت تصوت، الجيران اتلموا وطفوا الحريقة. أول ما طفوها الحريقة ابتدت تولع في أوضة النوم، ابتدت في الستاير. الجيران دخلوا لقوا الستاير مولعة، طفوها بالمية. بس كمان المية كانت كتيرة جدا لدرجة إن المرتبة كانت مليانة مية. النار مرة واحدة انتقلت للمطبخ. جريوا الجيران وطفوا النار اللي في المطبخ. بس تخيلوا النار مسكت المرة دي فين؟ في المرتبة. النار مسكت في المرتبة اللي كلها كانت مية، كانت متغرقة مية. المرتبة كلها ولعت. تاني يوم ابتدت النار في الصالة. الجيران طلعوا، بس لما طلعوا لاحظوا المرة دي حاجة غريبة جدا. لاحظوا ان القطة السوداء ظهرت. القطة السوداء ما ماتتش. الله، بس دي اندبحت. راحوا المكان اللي رموا فيه جثة القطة، بس ما لقوش اي حاجة. الجثة كانت اختفت. طبعا كل الأسرة خافوا، كانوا بينزلوا كل يوم يباتوا في الشارع، وفي الصبح يطلعوا الشقة يلاقوا القطة السوداء بتعيط. بس دموعها ما كانتش دموع عادية، كانت كأنها بتعيط دم. اللي بينزل من عينيها كانش دموع، كانت دم. النار كانت بتقوم فيه. فضلوا على الحال ده 40 يوم. كانوا بيطلعوا الشقة بالنهار بس، أما في الليل كانوا بينزلوا في الشارع. سامية قالت لزمايلها في الشغل، قالوا لها كده يبقى جن، روح عند الشيخ جمال، ده سره باتع ومتجرب من ناس كتير قوي. سامية ما كدبتش خبر، راحت فعلا للشيخ جمال. هو كان ساكن في شقة في حارة جوه حارة. جوه حارة. الأرض كانت عبارة عن تراب، البيوت كلها عليها تراب وقديمة. كان ما بين البيت والتاني أقل من 1.5 متر. كان في بيوت في الشارع ده وقع. دخلت بيت كان مهجور، من جوه عبارة عن دورين، أرضي والدور اللي فوقيه. كان واضح إن الأدوار التانية كانت واقعة. البيت كان قديم قوي، السلم كان متكسر ومعوج وطويل من بيوت زمان قوي. كان الدرابزين كله تراب، والسقف مليان عنكبوت. العنكبوت كان مالي السقف كله. سامية طلعت ودخلت الشقة اللي فيها الشيخ جمال. لقت راجل قاعد بره بيدخل الناس بالدور. لما جه دورها دخلت. الشيخ جمال كان راجل مخيف، كان تقريبا في الأربعينيات من عمره. دقنه كانت طويلة، عينيه حمرة. قاعد في أوضة صغيرة. كانت الأوضة غريبة قوي. كان على الحيطة كلام مكتوب بلغة مش مفهومة، جماجم نازلة من السقف. السقف اللي كان كله عناكب. كان قدامه طبق كبير ألمونيوم وجنبه مبخرة. شاور لها علشان تقعد. أول ما قعدت النور طفى وولعت لمبة صغيرة حمراء. سامية كانت هتموت من الرعب. الشيخ جمال ولع البخور، بخور كتير لدرجة إن الدخان ملى المكان كله.
مرة واحدة حط مية في الطبق وقعد يقول كلام مش مفهوم خالص. المية بقى لونها أحمر. قال لها القطة اللي انت دبحتيها مش قطة، دي جن، عشرتها دلوقتي بينتقموا منكم، وعلشان تخلصي من كل ده لازم تذبحي بنتك قصاد القطة اللي انت قتلتيها. سامية من الخوف رجعت بظهرها لورا. الكلام كان مخيف. أذبح بنتي؟ انت بتقول ايه يا شيخ جمال؟ دي ضنايا، مش ممكن اعمل كده. الشيخ جمال مرة واحدة صوته اتغير بصوت مخيف. قال لها الجن ما بيقبلش غير روح بروح. قدام القطة اللي راحت لازم بنتك تروح. القط اللي ممدوح ذبحه كان من الجن، وأهله عايزين ياخدوا بطاره. الشيخ جمال شاور لها علشان تمشي. سامية من غير ما تفكر فتحت باب الأوضة وجريت على السلالم. كانت حاسة إن السلم بيتهز من تحتها. صوت الشيخ جمال كان بيرن لسه في ودانها. نزلت وجريت في الحارة وهي بتنهج، والتراب كان بيعمي عينيها لحد ما وصلت للشارع العمومي. ركبت أول حاجة قابلتها. سامية روحت، بس كل أسرتها كانوا قاعدين في الشارع. طلعت غيرت هدومها ونزلت بسرعة. حكت لممدوح على كل اللي حصل، وقالت له أنا استحالة أعمل كده. نامت، وهي نايمة حلمت إن القطة جت لها وقعدت تضرب فيها من غير ما توقف، وهي بتتألم وبتصوت. الناس اتلمت عليها بيصحوها. بعد فترة صحت وقالت إن القطة جت وقعدت تضرب فيها، بس الغريبة إنهم لقوا آثار ضرب فعلا على جسم سامية. سامية فضلت على الوضع ده لحد ما في يوم ماتت من كتر الضرب، وهم بيغسلوها لقوا جسمها كله أزرق، كأن اللي بيضربها كان بيضربها بكرباج. والغريب إنهم لقوا آثار الكرباج ده عليها. بعد ما دفنوها القط الأسود طلع لممدوح في المنام وقال له الدور عليك. ممدوح صحي من النوم وهو خايف. دخل الحمام، بص في المراية لقى راجل كبير وبيهجم عليه عايز يقتله. ممدوح يبص وراه ما يلاقيش حاجة خالص. يرجع يبص في المراية يلاقي الراجل خرج يجري وهو خايف. حكى لزميله في الشغل. زميله قال له روح للشيخ رجب، ده بقى شيخ مش دجال. وفعلا راح ممدوح للشيخ رجب. الشيخ رجب راح مع ممدوح لبيته وقرأ قرآن كتير قوي، وقعد يجيله لمدة 40 يوم بحالهم، وهو يقرأ قرآن ويقول الرقية الشرعية. الشيخ رجب قال لممدوح تقدر ترجع لبيتك تاني. بس ممدوح سأله عن اللي حصل. قال له انت ذبحت واحد من الجن، أهله كانوا عاوزين ياخدوا بطارهم منكم كلكم، بس دلوقتي خلاص مفيش خوف عليكم. هم قالوا ان هم مش هيأذوكم، مش هيأذوا حد فيكم خالص، بس لو الحكاية دي اتكررت تاني العقاب هيكون شديد، هيكون بموتكم كلكم. اوعى تأذي اي قطة تاني خالص. من ساعتها كل حاجة اختفت. وبعد 40 يوم اللي قضاهم الشيخ رجب في الصلاة والرقية الشرعية وقراية القرآن رجعوا تاني يفتحوا البيت وفتحوا شبابيكهم، والشمس رجعت تاني تخش البيت. ممدوح وقف قدام الشيخ رجب وهو بيودعه عند باب الشقة. عينيه كانت مليانة دموع ندم. الشيخ رجب حط ايده على كتف ممدوح وقال له بصوت كله وقار، قال له يا ممدوح الأرض دي مش ملكنا لوحدنا، احنا عايشين وسط زينا ليهم حرمة ودمهم غالي عند ربنا. انت جيت على رعية من رعاياهم وهم ردوا الصعصعين.
ربنا جعلني سبب عشان أوقف بحر الدم ده، بس افتكر العهد اللي بيننا وبينهم، السكينة. لو ايدك اتمدت بالشر تاني مفيش شيخ ولا رؤية تقدر تخلصك من اللي هيحصل. ممدوح رجع يعيش تاني مع بنته رباب. البنت رجعت تضحك وتلعب عادي خالص، بس ممدوح لاحظ حاجة غريبة. رباب بقت كل يوم الصبح تحط طبق لبن وشوية أكل بره باب الشقة، ولما كان ممدوح يسألها بتعملي كده ليه، كانت بترد بابتسامة: عشان هما كمان بيجوعوا يا بابا، وعشان يفضلوا أصحابنا. ممدوح اتعلم الدرس بأصعب طريقة ممكنة، خسر مراته سامية وشاف الجحيم بعينيه. الشقة ما بقتش مسكونة، بس ممدوح فضل طول عمره يحس إن في عيون مراقبيه بحذر، كأنهم بيقولوا له إحنا لسه هنا، طول ما أنت مسالم إحنا كمان مسالمين. عاش ممدوح اللي فاضل من عمره يحكي الحكاية دي لكل اللي بيقابله، مش عشان يخوفهم، لأ، علشان يعلمهم الدرس اللي هو اتعلمه، إن الرحمة بالحيوان مش مجرد فضيلة، دي نجاة من مهالك ما يعلمش بيها إلا الله. دلوقتي خلصت حكاية سامية وممدوح والقطة، وبدأت حكاية تانية في قلب كل واحد فينا، حكاية الرفق والمودة. لو شفت قطة ماشية في طريقك افتكر ممدوح، وافتكر ورا كل كائن بسيط ممكن يكون في عالم كامل انت ما تعرفش عنه حاجة. اتقي شره وخد بالك من نفسك. ودي كانت نهاية حكايتنا. يا ريت لو عجبتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل حكاياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.